بالعاجل وبالفيديو. جلالة الملك محمد السادس يفاجئ عائلات ضحايا انهيار الشقق بسبب الفيضانات ويفرحهم بهذه الهدية الغير متوقعة. لنتابع. أمطار الخير التي تهطلت على المغرب خلفت وراءها أضرارا جسيمة للأسف، حيث تسببت هذه الأمطار الغزيرة والتي تجاوزت مقاييسها 100 ملم في حدوث فيضانات كبيرة في المغرب، وأكثر المدن تضررا البيضاء والمحمدية وطنجة. هذه الفيضانات تسببت يوم أمس في انهيار عدد من الشقق السكنية وبعض العمارات والمحلات التجارية، كما تسببت في خسائر مادية فادحة، وقد زهقت وللأسف عشرات الأرواح، وفرق الإنقاذ تواصل البحث منذ أمس عن ضحايا جدد بين الجدران المنهارة. جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وكما يعلم المغاربة فطيبة قلبه وتعاطفه مع شعبه المغربي أصبحت رمزا يضرب به المثل، خاصة بعدما فعله اليوم مع هؤلاء الضحايا المتضررين على إثر هذه الفيضانات، حيث تداولت بعض المصادر قبل قليل على أن جلالة الملك ربما سيجري زيارة خاصة لهؤلاء الأسر المتضررة، كما أنه سوف يساندهم معنويا وماديا بشكل خاص، وذلك بعد فقدانهم لشققهم. وعلى الأرجح جلالته سوف يهدي شققا سكنية وتعويضات مادية لهذه الأسر، وهذا الأمر ليس غريبا على هذا الملك الشهم والطيب في انتظار تأكيد الخبر. والصفات الإنسانية والطيبة التي يسمى بها جلالته أثارت إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، داعين الله عز وجل أن يحفظ جلالته